الشيخ عبد الله هذا يسأل يقول: هل ورد فضل بأداء العمرة في العشر الأواخر وخاصة في ليلة 27؟ والله أنا يا إخواني أرى أن هذه من الخسارة. شو اسمه، آه العمرة ليلة 27 أنا أعتبرها خسارة. ليه؟ كيف؟ لأن الله تعالى والحبيب صلى الله عليه وسلم رغبوا في قيام ليلة القدر. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة، ما راح هؤلاء إخواني اللي يجون ليلة 27، أنا شاهدتهم وسألوني كثير من جدة ومن الطائف ومن كذا، يجون محرمين ثم يشاهدون الزحام الشديد، ثم يجلسون عند أبواب الحرم، ثم يرجعون الفجر لا صلوا ولا اعتمروا وباتين إحرامهم عليهم، ويمكن باقين إحرام معهم. صحيح. هذه كلها يا إخواني مشكلة. ولذلك يا إخواني العشر الأخيرة مي بعشر عمرة، عشر اعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها. نوصي إخواننا في المدن القريبة من الحرم ألا يختاروا العمرة ليلة 27 ولا 23 ولا 21 ولا 25. هذه الليالي يا إخواني أو ليالي العشر كلها لا تأتون إلى مكة. أنتوا عندكم 20 الأولى فرصة، خذوا فيها عمرة. 20 الأولى ليس فيها ما يعني مهم من الليالي التي تحرى فيها ليلة القدر. فيعني من الأشياء اللي نسأل عنها كل سنة. أنا والله خذت عيالي ورحت يوم جيت للحرم لأن ما استطعت، ورجعت إلى جدة وحنا الآن محرمين وفكنا إحرامنا، يظنون أن الإحرام ينفك. الإحرام ما ينفك. لا. أنت إذا دخلت فيه ما عاد تخرج لين تنهيه. رب العالمين يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. أتمها لازم تكملها. نعم. أحسن الله إليكم.